السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهيواتنا غادي نقدم لكم اليوم واحد الطبق سهل وسريع جدا، ما تاخذش وقت، وصراحة غادي ينفعكم يعني الشهر الفضيل، يعني شهر رمضان. علاش؟ لأن أنا مثلا الطريقة ديالي، يعني النظام ديالي في الأكل، أنني كنعمل أطباق رئيسية في الفطور. يعني والباقي يعني دوك المعجنات كنخليهم للسحور، تيتكال منهم شويه ولكن كيبقاو يتكالوا حتى كيأذن، يعني كيوصل وقت الامساك. فهذه سريعه، ما كيبغي ليه لا طرقاد لا يبقى يعني منقوع في الثلاجه. كي تجبدي الدجاج غير مهم يكون ناشف، مغسول من قبل وناشف، وكتصاوبي ليه هاد التتبيله هذه وكطيبيه. الطريقه ديال الطهي ان شاء الله غادي نشرحها لكم، هي اللي مهمه. كيوجد دغيا وفي وقت يعني قياسي، غادي نقول لكم في وقت قياسي، يعني في واحد تقريبا اقل من ساعه كتحصلي على واحد الطبق رائع وكانك وقفتي عليه مده طويله. غادي نبداو بسم الله وبالصلاه على رسول الله. غنحضروا الخلطه اللي غادي نشرملوا بها الدجاج. عندي هنايا تقريبا واحد شويه ديال الربيع، القزبر والمعدنوس، واحد الكميه معتبره من الفصوص ديال الثوم، تقريبا واحد تقريبا 6 ديال الفصوص ديال الثوم. وعندي هنا بالنسبه للعطريه فعندي معلقه صغيره من كل من مروزيه ديال الدجاج او لا اي بهارات دجاج عندكم، مع الزنجبيل حتى هو معلقه. وعندي شويه ديال البابريكا العاديه، وشويه ديال البابريكا المدخنه يعني فومي، شويه ديال الكركم، مكعب الزعفران، شويه ديال الفلفله حمراء حاره، وشويه يعني رويصات معلقه ديال البسيبيسه وديال الهيل او لا قعقله. غادي نضيف هاد العناصر هذه كامله. بالنسبه للربيع راكم شفتوا القياس ديالو، يعني يكون واحد شويه يعني ماشي بزاف. وهنايا غادي نضيف واحد المعلقه ديال المعجون ديال المصير. الا ما عندكمش هذا المعجون جاهز من عند مول الزيتون، غتاخذوا مصيره وغادي تطحنوها، تزولوا لها العظيمات وتطحنوها. وغادي نضيف عندي تقريبا نص كاس فايت شويه او نص كاس ديال الماء، ما تكثروش الماء لان الدجاج كيطلق الماء بزاف. غادي نبدا نطحن هاد العناصر هذه. وغادي نضيف ثلث كاس او لا ربع كاس ديال مزيج من زيت الزيتون وزيت المائده. اللي بغى يعمل السمن يعملو. غادي ناخذ الدجيجات ديالنا. هنا انا عندي دجيجات حجم صغير، يعني وهما هكذا فيهم كيلو 100 غرام. يعني ماشي شي حاجه كبيره، ولكن الفرق الا عملتو دجاج كبير غيكون في الطهي. انا مثلا هذا ما خداليش مده طويله. فغادي نبدا كما لاحظتوا راه مغسول مزيان من قبل ومنشف، قاطر مزيان ومنشف. كان عندي في الحقه في المجمد وجبدته حتى ديكونجلا، وعاد مسحته تاني، قطرته ومسحته وجيت نخدم به. غادي تبداو تفرغوا فيه ديك الخلطه اللي عملنا، وغادي تمسحوه مزيان مزيان من الداخل ومن برا، من بين الجلد وفي الصدر من الفوق. غادي تعملوا تقيبات وغتدخلوا صبعكم. ما عرفتش واش صورت العمليه ولا لا، المهم راه كتعرفوا كيما كنعملوا في الدجاج المحمر. غتمسحوه مزيان، ما غتخليوه ينقع ولا يستراح ولا حتى شي حاجه، راه بقى منزل غير حدايا. حتى هزيت الطنجره ديال الضغط، طنجره تكون واسعه، حبذا لو ما تكونش عميقه بحال هذه اللي عندي انا، هذا حجم كبير فكانت عميقه. وغادي تفرشوا فيها العويدات ديال الربيع، ديال القزبور والمعدنوس. وغادي تاخذوا دوك الدجاجات، ربطتهم طبيعه الحال، دخلت لهم الرجيلات في ديك الفتحه التحتانيه، وغادي نحطهم في الطنجره من جهه الصدر. انا حيت عامله جوج دجيجات صغار فخالفتهم، ولكن لو عاملين وحده كبيره حجم كبير راه حتى حجم كبير راه يجيكم ويجي مزيان، غير هو ما تربطولوش الرجلين، خليوه هكذاك محلول. وغادي نضيف ورقات ديال الرند او ورقات سيدنا موسى ولا ورق الغار، وغادي نحطو في فوق النار مباشره، ما تخليوه ينقع ما حتى شي حاجه، سريع جدا وكيجي بنين، يعني ما كيجي لا زفر لا حتى حاجه. منين تسدوا الطنجره غادي تعملوا لها الصفاره، وغادي تعملوه فوق نار يعني ماشي قويه تماما وماشي متوسطه. في الاول غادي يبدا يطلع غير البخار، ما غاديش الدور. ديك الساعات غادي تنزلوا شويه النار، تخليوها ما بين الهادي والمتوسط. من بعد غادي تلاحظوا ان الصفاره بدات كدور، لان هذه علامه على ان الدجاج طلق الماء ديالو. هنا انا الدجاجات هادو عندي صغار فخداو لي نص ساعه. الا عندكم دجاجه كبيره فتقدروا توصلوا حتى ل 45 دقيقه. وكل ما زاد الحجم ديالها كل ما طول الوقت، وكل ما كانت قطع الدجاج صغيره او لا غير ارباع ولا اقل فغادي تكون الوقت اقل. فانتم لاحظتوا شحال ديال السائل طلق، يعني باش قلت لكم في البدايه ما تعملوش ليه الماء. هنايا انا خليته، عندكم الاختيار اما تخليوه هكذاك في الطنجره ومعري عليه يضربوا الهواء حتى يتشم عليه الجلد ديالو. وعلى فكره لو قلبتوه من جهه الصدر راه كيكون فحال الا محمر شويه. بغيتو تعملوا كما عملت انا غادي تدخلوه، انا ما دهنتو حتى شي حاجه، غير بداك السائل اللي طلق ودخلته للفران، فتحت عليه شويه حتى تحمر. رافقته هنايا بزعلوك ديال
ديال الكرومب اولا ديال المكور، وراه موجود عندي في القناه. وشلاضه ديال الباربه حلوه بالمندرين، بعصير المندرين، وشويه ديال الفريت. ويكون مرات كنرافقوا يعني بالخضر مفوره، يعني مفوره مرات غير مفوره، مرات كنشرملها في طنجره. ان شاء الله من بعد، ان شاء الله ننزل لكم يعني الطريقه. وصفة سريعة وسهلة، ما كتاخدش وقت، وكتوجد دغيا، وكيجي الطبق لذيذ جدا. راه واخا ما نقعتوش، ما طولتوليش في النقع، راه كيجي بنين، راه ما كتحسش فيه بالحس ديال الزفورة. غير المهم عملوا له الاقامة مزيان. هنا انا ما صبتش نصور لكم قطعة باش تشوفوا. العظم كيتنزع، يعني كيتنسل هكذا بسرعة. اللحم طايب من القلب، وخلاص كاع هاد الدجيجات الصغار، هاد الفريرجات الصغار كيكونوا فتيين، وهما اللي كيليقوا بحال هاد الوصفات هادو. الوصفة جميلة جدا بلا ما نحتاج نمدح لكم فيها ولا نشكر. وكنصحكم تجربوها، ويعني خبيوا الوصفة يعني إن شاء الله الشهر الفضيل اللي كنبغيو فيه شي حاجات تكون سريعة ولذيذة وجميلة جدا، ولكن ما نوقفوش بزاف.